أفعال غريبة بتحصل حوالينا ومش عارفين الأسباب. كل يوم واقعة أصعب من اللي قبلها، مفيش تفكير في حلول، والحل الوحيد اللي هم شايفينه بيكون إنهم يفرقوا الحياة. الحل الوحيد بيكونوا شايفين إنه يهرب من المشكلة وينهي حياته أو حياة أعز ما يملك زي أولاده. شفنا الفترة الأخيرة وقائع كتير حصلت بدون أسباب، وحتى لو في أسباب ما يكونش ده التصرف خالص. أكيد أم أنهت حياتها وفرقت الحياة بسبب بنتها. تفتكروا ده السبب؟ قصة مؤلمة حصلت الساعات اللي فاتت. يا ترى ايه حكاية الأم دي وليه أنهت حياتها بالطريقة دي؟ ازاي بنتها السبب؟ التفاصيل توجع القلب. الواقعة حصلت في بني سويف، وتحديدا بمنطقة الجزيرة المرتفعة. أم أنهت حياتها بسبب حضانة بنتها. كل الحكاية إن الأم دي اسمها شيماء وعندها 26 سنة، لسه في عز شبابها. كان نصيبها إنها تتجوز وتخلف بنت، وبعدها حصل انفصال واتجوزت مرة تانية، وهنا حصلت الخلافات بينها وبين طليقها، ويمكن أكتر من وقت زواجها منه بسبب البنت اللي ملهاش ذنب في أي مشاكل أو خلافات ولا حول ليها ولا قوة. لما شيماء اتجوزت، الأب خد البنت تعيش معاه ويكون هو المسؤول عنها، ورفض راجل تاني يربيها وأبوها لسه على وش الدنيا. شيماء حاولت معاه كتير تترجاه يسيب البنت تعيش معاها، وحاولت ترجعها مرة تانية لحضنها، لكن الأب حرمها منها، وزي ما يكون زواجها من راجل تاني ده ذنب عملته، والعقوبة إنه يحرمها من بنتها. شيماء طول فترة بعد بنتها عنها حالتها النفسية ساءت جدا، ودخلت في حالة اكتئاب وما بقتش مستحملة ولا قادرة على بعد بنتها عنها. هنا الإحباط واليأس تملكوا منها، وكانوا سيد الموقف طول الفترة دي، وتملك الشيطان منها وأقبلت على مفارقة الحياة. للأسف شيماء أنهت حياتها وسابت الدنيا كلها، استسلمت بسرعة، وبدل ما تقوم علشان خاطر بنتها، شافت إن راحتها وراحت بنتها كده، لأنها كانت عايشة ومش عايشة بسبب بعد بنتها عنها. وقبل ما تعمل في نفسها كده، كتبت ورقة بتقول فيها السبب اللي خلاها تعمل كده في نفسها وتفارق الحياة. شيماء قالت إنها فشلت في إقناع طليقها إنها تربي بنتها في حضنها، وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث وفاة ربة منزل بداخل منزلها، وتم التوجيه بسرعة انتقالها إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. هل يا ترى طليقها مبسوط دلوقتي وشايف إنه انتصر؟ شايف إنه لما حرم بنته من حضن أمها طول العمر كده هو حقق المراد؟ نظرة بنته ليه لما تكبر هتكون إيه؟ وتسأله أمي فين؟ رحلت إزاي؟ ده لو هي أصلا مش مدركة اللي حصل دلوقتي هيكون ردوا عليها إيه؟ نفسية البنت وحالتها لما تكبر وتحتاج لأمها وحضن أمها هيكون هو السبب في تدميرها؟ ربنا يلطف بيها. ده كان كلام أغلب الجمهور على السوشيال ميديا، والبعض شايف إن قانون الأحوال الشخصية لازم يتغير ويكون منصف أكتر للزوجة أو البنت في المقام الأول، بغض النظر عن أي حاجة. العيال هم اللي بيضيعوا في النص، سواء وقت الخلافات أثناء الجواز أو حتى بعد الانفصال، اللي بيكونوا فاكرين إنه بيه بتتحل المشاكل، لكن للأسف بيحصل العكس، إلا من رحم ربي اللي بيحاول يتعامل مع ولاده ويزرع فيهم الحب من صغرهم. شاركونا ليه الخلافات ممكن توصل إن حد من الطرفين يعمل كده في حياته، ليه الأمور توصل إن حد يفارق الحياة، وإزاي ممكن نحد من الخلافات دي بطريقة أفضل. شاركونا برأيكم في التعليقات.